السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن ملخص فوجد وزين 2022. الفيلم بتدور حوالين موظف في احدى شركات تركيب الكاميرات بيحب واحدة من العملاء بتاعتهم وبيركب لها كاميرات جوه البيت، وبتتقلب الأحداث لما بيتحول لمجرم عشان بيحبها، ويبدأ في مطاردتها ومراقبتها على مدار 24 ساعة، ويبدأ يخترق منزلها طول النهار. وهل هي هتكتشف الكاميرات اللي هو بيراقبها؟ وهتتخلص ازاي من مطاردته ليها؟ في أحداث الفيلم دي هنشوف حاجات غريبة. فيلم مدته تقريبا ساعة ونص، فيلم من نوعية أفلام الإثارة من إخراج جيلين أوين، إليزابيث بيك، وجوفاني وبرايدي، وهاريسون راسل. وندخل في أحداث الفيلم على طول. ولو أنت أول مرة تشوفنا وتشوف قناتنا، أتمنى تشترك في قناتنا وتدعمنا عشان نستمر تقديم محتوى أفضل. دوس على زر لايك وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا لمتابعتك. وتبدا احداث فيلمنا فوجد وزين 2022 ببطله فيلمنا ساره وابنها ووالدتها، وهما بينتقلوا لمنزل جديد وبتركب نظام امان في المنزل. في نفس الوقت بيكون البطل الثاني جاري بيتقدم لوظيفه في شركه سيف هوم لتركيب انظمه الامان وشبكات المراقبه جوه المنازل. بينجح في الانترفيو من اول مره، وبنتعرف على زميلته الجدعه الجميله الحبوبه بمدمى خفيف ترينا. وينتقل بينا المشهد لساره وهي بتودي ابنها المدرسه، وتقابل مع زميلها في الدراسه السابق فرانك، وده صديق قديم ليها بيكون شغال في المدرسة دي مدرس. وترجع البيت وهي قاعدة، يحاول أحد اللصوص دخول المنزل ويكسر الباب، وتنطلق هنا صفارات الإنذار. وهنا يكون جاري هو الموظف المسؤول عن مراقبة منزلها من شركة الحراسة، ويسيطر على الموقف ويخلي المجرم يهرب لما يقول له إن البوليس في السكة، إحنا معانا صورتك. وبالفعل يهرب المجرم على طول، ويعرفها جيري باسمه وتشكره، والبوليس يوصل ويعتقل المجرم لما يعرفوا شكله من كاميرات المراقبة. وشركة التأمين تتصل بيها عشان تحكي قصتها في فيديو، نوع من أنواع الدعاية كده، فهي ترفض. ولما يقولوا لها إن هم هيدفعوا 10,000 دولار، يبقى أنت الدولار بكام النهارده؟ فتوافق على طول طبعا. وهناك أثناء التصوير تتعرف على جاي ويقول لها إن اليوم ده كان أول يوم ليه في الشغل، وهو مبسوط جدا بالصدفه اللي جمعتهم هما الاثنين. وهنا يبدا جيري في مراقبتها من خلال اللابتوب الشخصي بتاعه من البيت، ويشوفها خلال ال 24 ساعه، ويشوف كل تحركاتها جوه البيت، ويتصنت على مكالماتها ويعرف كل مواعيدها ويعرف كل تحركاتها. وساره تروح توصل ابنها تاني يوم وتتقابل هناك مع فرانك، وفرانك ده صديقها من ايام الدراسه، وبيشتغل مدرس في المدرسه بتاعت ابنها، وبالصدفه يكون عنده بنت في نفس الفصل الدراسي بتاع ابنها من زوجته قبل ما ينفصلوا عن بعض. وتبدا العلاقه تتقرب حبه بحبه، ويخرجوا مع بعض ويقضوا وقت سعيد جدا هما مع بعضهم. ويروح جاي لساره ويحاول يلمح لها انه حبه، وهي تصده وتقفل الموضوع معاه، ترفض الموضوع خالص. ويبان على جاي الزعل جدا ويمشي وهو زعلان، وهي تحس منه ان هو في حاجه غلط وهو مش مظبوط. وهنا تبدا الاحداث تاخد منحى تاني، اما يقرر جاي يروح البيت ساره بالليل ويعطل انظمه الانذار عشان يدخل جوه البيت، ويبدا في تركيب كاميرات اضافيه غير اللي الشركه ركبتها. ولما ترجع ساره البيت يكون هو لسه جوه البيت ما مشاش، ويستخبى لحد ما تنام ويهرب. وتاني يوم يعرف انها هتقابل فرانك، فيروح لهم نفس المطعم اللي هم متوعدين عليه، ويدفع لهم الحساب ويمشي بعد ما يرزل عليهم. وتاني يوم جاي يروح لابنها المدرسه ويحاول ياخده بره المدرسه ويصور له فيديو، فيتصل بمامته ويقول لها، مامته تقول له لا ما تتحركش وخليك عندك، انا هاجي اخدك. ولما توصل جاي يخلع، بس هي تشوفه من ظهره وتعرفه. وهنا تبقى متاكده اللي جاي بيراقبها، وتتصل بشركه المراقبه وتبلغ عنه وتعمل فيه شكوى، بس بدل ما يفصلوه او يعملوا له اي حاجه يرقوه في المكان بتاعه. وجاي يدخل بيت ساره تاني مره ويحط لها منوم في الازازه اللي بتشرب منها، وتنام فعلا. وقبل ما يعتدي عليها يدخل ابنها عشان يصحيها وما تصحاش ولا تقدر تتكلم من اثر المخدر اللي هو حطه لها في ازازه الشرب. فابنها يتصل بجدته عشان تيجي تلحق والدته، وفي الوقت ده جاي يطلع من المنزل من غير ما حد يشوفه. وتكبر مع جاي خالص العمليه، فيروح يستخبى لفرانك صديقها، وهو طالع من البيت كده يديله علقه موت ويبوظ ملامحه خالص وكان هيقتله، بس فرانك ما يشوفش مين اللي عمل فيه كده، وينقلوه على المستشفى. وساره تعرف اللي حصل له من على الفيسبوك ومن صحابه اللي منزلين بيسالوا عن حالته الصحيه. وينتقل بينا المشهد للحبوبه ترينا زميلة جاي في الشركة اللي بتشك في حكايته وتصرفاته، وخصوصا انها شافت على تليفونه برامج تتبع لاحد الشخصيات وما عرفتش اللي هو بيراقب مين. فتقرر انها تدور وراه وتتصدم لما تعرف حقيقته، وان هو كان بيلوم ان والده كان شغال في الشرطه. عرف ان والده كان مسجون ومسجل خطر وشغال في بار. فتقرر ترينا اللي هي تروح لصديقها خبير الاي تي دونالد، وتطلب منه يدور وراه يمكن يلاقي حاجه تنفعهم. فيوافق على طلبها ويدوروا وراه. وتاني يوم جه يقضي اليوم تحت سرير ساره، وهي مش عارفه ان هو مستخبي تحت سريرها. وهو طالع من البيت ابنها يشوفه، ولما يصحى تاني يوم يقول لها يا ماما انا شفت حد طالع من البيت. فتقول له اكيد انت بتحلم، حاله زي حال كل الامهات ما تصدقش ولادها. وتقول له لو كان في حد كان صفارات الانذار دي انطرقت وكان البوليس جه قبض عليه. وينتقل بينا المشهد لصاحبنا المضروب علقه موت دوت، وبالصدفه حد من السكان في الشارع يكون صور جاي وهو بيضربه، وتكون الكاميرات جابته وهو بيقلع الماسك في اخر الشارع وهو بيركب عربيته ويمشي. ولما يرفعوا الصور على الفيس بتاعته، ترينا الحبوبه تشوف الفيديو دوت وتشك اللي هو جاي. انا عندي معلومات للراجل اللي اعتدى عليك وانا شاكه اللي هو يكون جاي. فساره يتطور معاه الموضوع، وفي الوقت ده تكون ترينا متاكده انه مجرم وبيراقب ساره واكيد هيروح البيت عشان يقتلها.
فتدخل على كاميرات المراقبه ببيت ساره وتلاقيه بيموتها، فتكلمه من خلال المايكات اللي متركبه في الكاميرات وتقول له سيبها واطلع بره، احنا عارفين ان انت عامل كل الجرائم دي وانت بتراقبها من فتره. فتقوم ساره من على الارض وتضربه ضربه جامده في دماغه ويقع يغمى عليه، والبوليس يوصل ويقبضوا عليه ويلحقوا ساره قبل ما تموت. وفي السجن نكتشف انه معاه موبايل تاني بيراقب بيه ساره من خلال الكاميرات اللي كان زارعها في البيت، لكن المره دي ساره تنجح ليه تكتشف الكاميرات اللي هو مخبيها وتمسكها وتكسرها. هنا نكون وصلنا لنهايه فيلمنا ستوكد ويز ان 2022. ولو انت اول مره تشوف قناتنا اتمنى تشترك في القناه وتدعمنا عشان نستمر، وتدوس على زر لايك وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي ملخص نعمله. شكرا للمتابعه.